المطعم اللي بكوكر كنت اشتغل فيه. قال لي تعال اخبز شويه، حرك ايدك. هذا يقول لك النحت، التعلم من الصغر مثل النحت على الحجر. ما تنسى قصر لي كارك. عيوني هلا ناسيني مو؟ الغوالي شلونكم؟ طبعا رايح المحل مال عسل طبيعي، وهناك شغله كلش حلوه صراحه، نعمه هي اللي هي شباب الثقه هنايا فشي كلش حلو. يعني طبعا على محل مال عسل طبيعي، خلاص قال لك طبيعي، ما عندهم غش ابدا. شوف الشارع بسماعات شاغلين بي مال اعياد كريسمس، بس يمكن معزل المحل لا مفتح. توضح هذا المحل كان هنا ندور عليه، واذا طبيت المحل راح اصور لكم الشغلات الحلوه، العسل وهاي الامور الاصليه. شباب هذا العسل الطبيعي حاطينه بعلب هيج مثل ما تشوفون. هذا العسل مال يعني يقول لك النحله اللي تتغذى على الاوراق، وهذا العسل اللي انا اخذت من عنده النحله اللي تتغذى على الورود. واذا عندكم علبه تجيبوها وياكم وترسون، واذا ما عندكم العلب مجانيه منها تاخذون تحطون تفتحون هذه منها ينزل العسل، تاخذون وتروحون، وطبيعي 100%. اوكي. وهذا المحل كله بشغلات طبيعيه، شنو شي هنايا طبيعي. خلينا نروح نتحاسب. حتى الزرع طبيعي، يعني ما متعرض للمواد كيميائيه، كله طبيعي. وشبس، اكل، طرشي، خبز، كله هنا شغلات طبيعيه وما محفوظه صار لها فتره طويله. حتى اجبان، لحوم، المهم هواي امور. وين صغير؟ طبعا الشباب عندهم هواي نوعيات عسل هنا، بس هذني اللي عنده مرض، مثلا اللي عنده ورم بالكبد، اللي عنده زياده بالدم، لان كل نحله مغذيها على نوع من انواع الورد، وكل نوع من الورد يفيد مشكله ما بالجسم. فهواي نوعيات، اذا واحد عنده مرض عنده شيء هم يجي يسالهم راح يحطوه منه، والاسعار مناسبه. هذا ب9 يورو. وهذا المحل شوف وش قد كبير وحلو. يلا نطلع. طبعا هاي الواجهه مال المحل شباب، مدينة تورني يم السنتر. اوكي شباب، جماعتنا اللي تورني هذا كلش حلو. الغوالي طبعا وقفت هنا دا اشوفكم المطر هنا قد حلو. شوف المطر ناعم شلون البخاخ مال حلاقين. طبعا هذا المطر مره سمعت بفيديو عباس شيشان، ما ادري شنو هذا الشاعر الشيشان اسمه، يقول انا مره بهولندا والمطر مالتهم هيك ينزل على كيف ما يبلل. هذا شيء يقولون لكم مطر ما يبلل، فسبحان الله هذا المطر هسه تفتر هيك جوا ما يبلل ناعم. شلون هذا اللي خلونا بالمراوح اللي بالمرطبات، فجو كلش حلو مثل ما تشوفون. وعلى اللايت مال السياره يبين المطر ناعم ينزل، كلش حلو نظيف واجواء حلوه وشوارع نظيفه. فحبيت اشوفكم هذا المطر بصراحه، لان هو ما يبين بالكاميرا الا واحد يوقف بمكانات هيك كلش بها ضوء يلا يبين المطر ما يبلل حلو. طبعا اللي ما يعرف شنو عباس شيشان وانا قلت، واحد مرات يحيرك اسامي شعراء ما سامعهم الشباب الجدد، بس تكتبون عباس شيشان قال الدوي واستوى الماء يستوي. شوفوا هذا كلش حلو الشعر قديم. طبعا اني تذكرته من الدنيا مطرت. اي طبعا جاي انتظر معبودي جاي تسوق هي ولا وافتراني على المطر هذا الحلو. تشوفون شلون يم الضوء يبين، واستوى الماء يستوي. راح شوفوها.